يا أهلا بيكم. أكيد كتير مننا بيسمع مسميات وظائف زي مهندس بيانات وعالم بيانات ومحلل بيانات، واللي لحظة كده بنحس إننا تايهين. هو إيه الفرق بينهم بالظبط؟ لو السؤال ده جه في بالكم فاطمنوا، انتوا مش لوحدكم خالص. في الشرح ده هنفك الاشتباك ده وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة في رحلة البيانات عشان نفهم إزاي شوية داتا وأرقام بتتحول في الآخر لتطبيقات ذكية كلنا بنستخدمها. السؤال اللي بيطرح نفسه دايما، هل كل المسميات دي لنفس الشغلانة ولا كل واحد فيهم ليه دور مختلف تماما؟ طيب إيه هو الفرق الحقيقي؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه عشان الصورة في الآخر تكون واضحة للكل. طيب عشان نفهم أدوار الناس دي صح لازم الأول ناخد خطوة لورا ونبص على الصورة الكبيرة، العالم اللي هما بيشتغلوا جواه. يلا بينا ناخد لفة سريعة في أهم مجالات الذكاء الاصطناعي اللي بنسمع عنها دي. أول حاجة واللي يمكن تكون أشهرهم هي تعلم الآلة أو المشين ليرنينج. الفكرة كلها ببساطة شديدة إننا بدل ما نبرمج الكمبيوتر خطوة بخطوة عشان يعمل حاجة معينة، لأ، إحنا بنديله كمية داتا ضخمة وهو بيتعلم الأنماط منها لوحده. زي بالظبط لما نتفليكس يقترح عليك فيلم جديد هو شايف إنه هيعجبك، ده بناء على كل الأفلام اللي اتفرجت عليها قبل كده، هو اتعلم ذوقك. نيجي بعد كده لمجال تاني مهم جدا، وهو معالجة اللغة الطبيعية أو ال NLP. وده بقى السحر اللي بيخلي الكمبيوتر يقدر يفهم كلامنا، كلام البشر العادي سواء كان مكتوب أو حتى مسموع. أشهر مثال على كده طبعا هو تطبيقات الترجمة اللي بنستخدمها كل يوم، أو الشات بوتس زي تشات جي بي تي اللي بقى حديث العالم كله. والمجال الثالث معانا هو الرؤية الحاسوبية أو الكمبيوتر فيجن، وده ببساطة بيخلي الآلات تقدر تشوف وتفسر العالم من خلال الصور والفيديوهات. فكروا فيها كده، أنظمة التعرف على الوجوه اللي بتفتح الموبايل أو حتى العربيات اللي بتقدر تسوق نفسها، كل ده قايم على الرؤية الحاسوبية. طيب جميل، إحنا كده عرفنا المجالات الأساسية، بس في سؤال مهم: إيه هو العنصر المشترك اللي كل المجالات دي قايمة عليه؟ الإجابة في كلمة واحدة: البيانات أو الداتا. ممكن نتخيل إن البيانات دي هي البنزين أو الوقود اللي بيشغل كل محركات الذكاء الاصطناعي دي. الذكاء الاصطناعي عموماً ممكن نلخصه في معادلة بسيطة: هو بيساوي داتا زائد قوة معالجة أو كمبيوتر قوي زائد الموديل أو النموذج، والنموذج ده هو اللي بنعتبره العقل اللي بيتعلم من الداتا. والنقطة الجوهرية هنا هي الجزء الأول، الداتا. من غير داتا، وتحديداً داتا نظيفة وعالية الجودة، أقوى كمبيوتر وأذكى موديل في العالم ملهمش أي لازمة. ومن هنا بالظبط بتيجي أهمية الناس المتخصصة في التعامل مع البيانات دي. طيب بما أننا فهمنا أهمية البيانات، يلا بينا نبدأ الرحلة الحقيقية بتاعتنا. هنتبع مسار الداتا دي من أول ما بتكون مجرد معلومات خام، وهنقابل في طريقنا الأبطال اللي بيحولوها خطوة بخطوة لذكاء نقدر نستخدمه. الرحلة دي ليها زي خريطة كده، متقسمة لأربع محطات أساسية. بتبدأ بالهندسة، وبعدين مرحلة التحليل، بعدها مرحلة العلم، وفي النهاية خالص بنوصل للتعلم اللي هو بيطلع لنا الذكاء. وزي ما هنشوف كل محطة من دول ليها بطلها. يلا بينا نبدأ بأول محطة وأول بطل معانا، هنسميه المعماري، وهو مهندس البيانات أو الديتا انجينير. ليه بنقول عليه المعماري؟ لأنه هو اللي بيبني الأساس اللي كل الشغل اللي جاي هيتبني فوقه. مهمة مهندس البيانات هي إنه يبني البنية التحتية كلها. تخيلوا كده إنه بيبني شبكة أنابيب وطرق سريعة ومخازن عملاقة للديتا. هو اللي بيصمم الأنظمة اللي بتجمع البيانات من كل المصادر الممكنة، وبعدين يجمعها في مكان واحد وينظمها، والأهم إنه ينظفها ويخليها جاهزة للاستخدام. من غير الشغل ده الداتا هتفضل مجرد فوضى عارمة. في جملة كده بتلخص أهمية الراجل ده: بدونه مفيش AI. بسيطة ومباشرة، لأن من غير الأساس اللي هو بيبنيه، باقي الفريق كله حرفياً مش هيلاقي داتا نظيفة وجاهزة يشتغل عليها. تمام، المعماري بنى الأساس وجهز الداتا. مين اللي بيجي بعده؟ هنا بيجي دور البطل التاني اللي هنسميه المحقق، وهو محلل البيانات أو الداتا أناليست. مهمته إنه ياخد الداتا الجاهزة دي ويبدأ يحقق فيها، يدور على أنماط وأدلة وإجابات لأسئلة ليها علاقة باللي حصل في الماضي واللي بيحصل دلوقتي. وهنا لازم نوضح نقطة مهمة قوي عشان بتلخبط ناس كتير. في فرق صغير بس مهم بين تحليل البيانات أو Data Analysis وتحليلات البيانات أو Data Analytics. تحليل البيانات بيركز على إنه يوصف اللي حصل في الماضي، يعني يجاوب على سؤال إيه اللي حصل. أما بقى تحليلات البيانات فده مصطلح أشمل شوية، مش بس بيوصف اللي حصل، لأ ده بيحاول يفهم ليه حصل كده وإيه القرارات اللي ممكن ناخدها. طيب المحلل فهمنا الماضي والحاضر، مين بقى اللي هياخدنا للمستقبل؟ هنا بيظهر البطل الثالث اللي ممكن نسميه المستقبلي، اللي هو عالم البيانات أو الديتا ساينتست.
ده بقى اللي بياخد القصة كلها لمستوى تاني خالص، وبيستخدم الداتا دي عشان يتنبأ بالمستقبل. شغل عالم البيانات إنه بيستخدم أدوات متقدمة زي الإحصاء والماشين ليرنينج عشان يبني نماذج تنبؤية، زي ما يكون بيبني كورة بلورية بس من الداتا. هو اللي بيبني المودلز اللي ممكن تتوقع حاجات زي هل العميل الفلاني ده ممكن يسيب الشركة بتاعتنا، أو إيه أفضل سعر نحطه للمنتج ده. باختصار، هو اللي بيحول الداتا من مجرد سجل للماضي لأداة قوية للتنبؤ بالمستقبل. تمام قوي. كده إحنا قابلنا الأبطال الثلاثة الأساسيين في رحلتنا. يلا بينا بقى نجمع الخيوط دي كلها مع بعض ونشوف الصورة الكاملة، إزاي الرحلة دي بتكتمل عشان نوصل في النهاية للذكاء الاصطناعي. الصورة دي بتلخص القصة كلها من الأول للآخر. بصوا كده على التسلسل المنطقي ده. كل حاجة بتبدأ بالبيانات الخام، مهندس البيانات بياخدها ويعملها هندسة وينظمها. بعد كده يجي دور محلل البيانات علشان يعمل تحليل ويفهمها، وبعده عالم البيانات ياخد الفهم ده ويبني عليه علم ونماذج تنبؤية. وفي الآخر خالص النموذج ده بيتحول لتطبيق ذكاء اصطناعي بنستخدمه في حياتنا. طيب، ممكن حد يسأل سؤال مهم. إحنا بنسمع كتير عن مصطلح البيانات الضخمة أو البيج داتا. فين هي من القصة دي كلها؟ الحقيقة إن البيج داتا دي مش وظيفة في حد ذاتها، دي وصف لنوعية البيانات نفسها. لما تكون البيانات دي حجمها ضخم جدا أو بتيجي بسرعة رهيبة بنسميها بيج داتا، وهي تعتبر الوقود الفائق القوة اللي بيشغل أقوى موديلات الذكاء الاصطناعي دلوقتي. وبكده نكون وصلنا للمحطة الأخيرة في رحلتنا. بعد ما فهمنا الخريطة كلها وعرفنا دور كل بطل، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: طيب، لو حد حابب يكون جزء من العالم ده، يختار أنهي مسار؟ ده السؤال اللي كل واحد ممكن يسأله نفسه بناء على الشرح اللي فات ده كله. أنهي دور من دول ممكن يكون الأنسب لشخصيتك واهتماماتك؟ الموضوع ممكن يكون أبسط مما نتخيل. لو الشخص بيحب البناء والتنظيم والاهتمام بالبنية التحتية، يبقى غالبا مسار هندسة البيانات هو الأنسب ليه. لو بقى بيحب التحقيق والبحث عن إجابات في الداتا، يبقى تحليل البيانات هو طريقه. أما لو شغفه الأكبر في الرياضيات والإحصاء وبناء نماذج تتنبأ بالمستقبل، يبقى أكيد علم البيانات هو المكان المناسب. وفي الآخر السؤال ده مش بس عشان نختم بيه، ده عشان يكون بداية للتفكير. دلوقتي بعد ما الخريطة كلها بقت واضحة وبعد ما عرفنا رحلة البيانات من الألف للياء، كل واحد فينا شايف مكانه فين في الرحلة دي، لأن الإجابة على السؤال ده ممكن جدا تكون هي بداية الطريق لمستقبل مختلف تماما.